بعد هزيمة للنادي الأهلي من قدام فلامونز، الهزيمة متوقعة يعني، كان مفيش حد من جماهير الأهلي كان متخيل أو متوقع إن الأهلي يعدي من فلامينز. وده اللي أدي تسبيع. السبب الأول إن أنت وأنت معاك الكورة مش بتقدر تعمل اي خطوره على الفريق المنافس، وده شفناه في فرقه الاتحاد، وشفناه برضه امبارح في فرقه فلومينسي وهم واحنا معانا الكوره. والخطوره بتاعتنا اللي كانت بتبقى من الهجمات المرتده، وهم بعد ما جابوا الجون خلاص ريحوا، فخلاص هم اعطوك الكوره، فخلاص انت كده بدات تمسك الكوره، فبالتالي مفيش اي حلول هجوميه انك توصل للمرمى بسهوله. وده الحاجه اللي هم كانوا بيلعبوا عليها، واللي انا كنت ممكن عملت فيها امبارح فيديو، وقلت ان لازم الاهلي يلعب على الهجمه المرتده، وما يديهمش فرصه ان هم يتقدموا علينا، عشان هم لو تقدموا علينا هتبقى المباراه بالنسبه لنا صعب 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 ان نسجل فيهم هدف، لان هم لو لعبوا عملوا تقدمات دفاعيه فاحنا مش هنقدر نخترق لعده اسباب. ولكن الحياة اللي تحرق قدام واحد زي مارسيل كولر اللي عايز ضربه بالمركوب، اللي ما فيش ولا خطة على مستوى، يعني ممكن يكون بيهاجم كويس مع في الهجمات المرتدة، انما هو مع الاستحواذ ما فيش اي هجمة مرتدة. شفنا اكتر من عدة فترات في الملعب كانت الكرة معانا ما كناش قادرين نخترق من العمق، ولا كنا قادرين نخترق من الأطراف، ولا حتى عرضية زي الناس، ولا في أي حاجة. السبب الثاني هو بعض اللعيبة اللي عايزة ضربها بالنار، يعني واحد زي كهربا المفروض ده يجلدوه، أقسم بالله المفروض يتجلد مفيش داعي الكلام بكرباج. ليه واحد زي يعني ممكن يكون مضيع أكتر من هدف، أكتر من كرة براسه بيديها للحارس، كرة تاني بدل ما يديها يعملها باص الناحية التانية على القائم التاني البرسي تاو، الجون فاضي لا بيسددها هي هي وخلاص بيخلص منها الكرة والسلام. كرة تاني بدل ما يعملها هو دخل في عمق صناعة اللعب في الهجمة المرتدة، بدل ما يدي الكرة على شماله لا على يمينه البرسي تاو اللي خلاص انفرد بالجون، بيدي واحد زي حسين الشحات اللي ممسوك من الدفاع، وحتى الباص ما كانش مظبوط، طلعت بره في الركنية. والحقيقة اللي تحرق قدام ان اللعيبه نفسها في الهجم الطمع. يا باشا انت ممكن عادي انت لو صنعت جون تحسب لك في التاريخ ان انت صنعت وساهمت في اول صعود للاهلي في نهاية العالم. انما انت عمر الطمع والانانيه اللي كانت في اللعيبه لا في حاجه. الحاجه التانية وسط الملعب، يعني احنا بالرغم ان احنا بنلعب بوسط ملعب ثلاثه، واحد زي مروان عطيه، واحد زي امام عاشور، واحد زي اكرم توفيق. ممكن مروان عطيه وامام عاشور كانوا في الشوط الاول شغالين، انما واحد زي اكرم توفيق ما اقدرش الوم عليه، واحد ما بيلعبش وجايب له تحط له في كاس عالم، في نص نهائي كاس عالم بعيد عن الحدث، بتلعبوا له في قدام فريق زي فلومينينسي اللي عنده اتنين نص ملعب من اقوياء، شفناهم بيراوغوا، شفناهم بيلموا، شفناهم بيحتفظوا بالكوره، عندهم قوه بدنيه وقوه التحامات وعندهم كل حاجه. فانت واحد زي اكرم توفيق انا كنت خايف منه انه يخش ال 18 يبقى يجيب لنا ضربه جزاء كده مجانيه، ولكن هي جت لنا من غير ما من غير اكرم توفيق من بيرسي. ممكن عادي بيرسي ممكن ده عادي اي لاعب بيغلط ويجيب بيلبس في زميله فريقه في ضربات جزاء، ولكن الغريب في الامر ان مفيش ردة فعل، مفيش حاجة هجومية، مفيش اي خطة هجومية او خطة اختراق العمق. طالما الكرة معانا خلاص مش هنعمل حاجة تاني. هم عاطينك الكرة وسابوا لك الكرة تعمل بيها اللي انت عايزه، فانت مش قادر، مفيش اي حاجة. انت بتوصل لحد انك تبقى مستحوذ بالكرة، هعمل ايه؟ مفيش، ما خدتهاش، ما وصلتش للمرحلة دي. انا كنت اللي واخده ان ابقى مضغوط، فالكورة توصل لواحد زي كهربا يلعبها لواحد من الاطراف، او واحد زي حسين الشحات الكرة تبقى في الجنب بتاعه بتوصل له يروح يلعبها على طول لنجبول او سرو لواحد زي بيرسيتاو، او واحد زي بيرسيتاو يلعب على طول لنجبول لواحد زي حسين الشحات. فهي دي المساحات وهي دي الكرة اللي احنا بنلعب عليها. انما بعد كده مفيش هجم مفيش لعب، سواء كانت من الاستحواذ بالكرة، مفيش الكرة معاك انت ما قدرتش تعمل اي حاجة، عاجز تماما. مفيش راس حربة. يعني أنا الحاجة التانية اللي ممكن ما اتكلمتش عليها الإدارة اللي عايزة تتجلد مفيش داعي الكلام بجريدة خضراء الله يتعبهم. يعني انت سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعارف ان انت ما عندكش راس حربة، مستني ايه؟ يعني انت كام بطولة تقدر تعدي كام بطولة مشت منك كده بدون راس حربة؟ يعني انت مثلا دوري الابطال، مثلا كاس الدوري المصري الموسمين اللي عنده مفيش راس حربة يصنعه. حاجة تاني الماتش بتاع الاتحاد اسمه الجزائري بتاع السوبر الافريقي. حاجة تاني النهارده كاس عالم. حاجة تاني المباراة الماضية بتاعت ريال مدريد وكاس العالم ونصف النهائي والفرص اللي ضيعناها. فانت ما عندكش راس الحربة اللي يقول لك انا دينا موجود، انا دينا سد، ان انا دينا اخلص. لا احنا بالظبط كده
مستسهلين تماما. يعني احنا يبقى عندنا كل السكواد ده وعندنا الفن ده كله وعندنا الفرص دي كلها، وفي الاخر يجي واحد زي الكهرباء ملومش عليها، ملومش عليه، مفيش غيره. يعني انت تقدر تقول لي هنزل مين مكانه؟ مفيش. انا عن نفسي قلت هنزل واحد زي طاهر محمد طاهر اللي على الله حكايته التاني، هيعمل يعني. واحد تاني اليو ديانج المفروض كان يبقى موجود مسمار في نص الملعب افضل من اكرم توفيق. حتى ممكن اكرم توفيق يكون بيلعب بروح، ولكن اليو ديانج بيلعب بجسمه، بيلعب بعقله، بيلعب بكل حاجه. يعني واحد زي اكرم توفيق ممكن يتدخل يعمل لك تاكلينج، يلبسك في طرد، يلبسك في نظر، يلبسك في بنت. ولكن علي ديانج مفيش، ما عندوش التدخلات العنيفه ديات. هو جسمه مساعد ان هو مساعد ان هو ما يعملش فاولات او ما يعملش ضربات جزاء. ولكن الحقيقه غريب في الامر عقدة. هي كأس العالم بالنسبة لنا أو نص نهائي كأس العالم ده هي عقدة بالنسبة لنا، مفيش أمل، مفيش خلاص. والأمل الوحيد اللي كنا احنا نصعد بيه اللي هو في النظام الحالي اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هو 7 فرق أو 8 فرق بيشاركوا في البطولة. إنما بكرة وبعد إن شاء الله النسخة الجاية 32 فريق منهم 12 من أوروبا. فأنت مستحيل إنك توصل، مستحيل إنك توصل للنهائي أو توصل لربع نهائي أساسا. احنا كده كده بنشارك من ربع نهائي حاليا بالنظام الحالي. انت ممكن بكره بعد مستحيل انك توصل لربع نهائي بالفرق اللي هتبقى موجوده والاسامي والكواليتي بتاع اللعيبه وكواليتي الفرق. لا هنوصل لمرحله ان احنا نقول يا كانت فين، كان في ايدينا ان احنا نوصل بس ما وصلناش. وده لسبب شويه لعيبه عاهات، شويه مدرب عايز ضربه بالمركوب، اداره تانية عايزه تتجلد بكرباج. والضحيه مين؟ واحد زينا احنا. اقسم بالله العظيم انا واحد كنت جعان ما قدرت اكل، والله العظيم جعان ما قدرت اكل. مسادة النفس اللي عملوها لميتين الكلب الله يتعبهم.